رجعنا للكبير وعظمة الكبير وجمال الكبير. عمدة حضر حذر خطر جحش قطم جزر المرة دي مع كليب أكتر من مذهل، حاجة كده تتحط في متحف. احنا يا ابني اتعودنا على ابداع مكي، فما بقيناش مستغربين من ده. بس قبل ما نبدأ هتلاقي زرار أحمر كده تحت، اضغط عليه وفعل زر الجرس، وفي زرار اللايك اضغط عليه لحد ما يبقى لونه ازرق. ضغطته خلاص. يلا بينا بقى في رحلة إلى المزاريطة. أنا الكبير هو الكبير. الجولة الأولى. مين الكبير؟ لأول مرة ظهرت شخصية الكبير في 2009 وتحديداً في فيلم طير انت، ولأن الفيلم قدم عدد كبير من الشخصيات إلا إن الناس تفاعلت مع شخصية الكبير الصعيدي اللي الناس كلها بتخاف منه، وكان أشهر إفيه وقتها عنتي على عينتي عليه. وظهرت أخيراً الشخصية في 11 أغسطس 2010، والتتر كان أشبه بأنه بيحكي لك من هو الكبير. فلوس وسلاح وسطوة وجيش 3000 غفير، أقوى 100 مرة من الدب وصوتي صوت زئير، شموخ الصقر في السما ذكاء ثعلب مكير، اخلط كل ده كوكتيل يطلع لك الكبير. مزيج بين كل حاجة قوية خلقت شخصية الكبير قوي. تعتبر البداية مشابهة شوية للوك الجديد للكبير قوي في تراك والعانة، لما بدأ التراك وهو بيقول شامخ كيف الجبل ساطع مثير جدل كيف الأسد في البراري، ركوبة حصان الأدهم فشر البرج وفشر ركوبة الفراري. هنا بقى الكبير محتفظ بنفس كبرياء الشخصية لما قال إنه ساطع ومثير زي أسد البرية، وإن عنده حصان الأدهم، وعلى فكرة ده واحد من أجود أنواع الخيول، أسود كده وفيه بقعة بيضة في راسه واللي ظهر بيه في الكليب، وإن الحصان ده عنده أحسن 100 مرة من عربيات البورش والفراري. بس لو عاوز الحقيقة، بالرغم من اختلاف الأسلوب والتكنيكات والفلو، إلا إن الأولى كانت واضحة ومباشرة وصريحة وأكتر قوة في الكلمات، عشان كده التتر القديم يكسب الجولة دي. 1-0. الجولة الثانية. تطور الشخصيات. في التتر القديم كانت الشخصية الديكتاتورية بارزة بشكل كبير، حتى إنه كان بيهدد أهل المزاريطة لما قال كفاءة أحكم أي شعب مهما كان كثير، مهما كانت صفاته كان غني أو كان فقير، مهما كان علامة جاهل أو خريج فرير، يطيع الكبير يا تكون محذوف في بطن بير. Objection. اللي هو علمك وشهادتك وفلوسك ملهمش لازمة لو مش هتبقى تحت طوع، واللي هقوله هو اللي يمشي، والجزرة والقطامة جحش. لكن المرة دي شخصية الكبير اتغيرت تماماً، بقى كيوت. ومن أول ما قال كبشة من كبشة سعيد صالح عندي أقوى من 100 فيلم الجيم كاري، 3 حاجات ما كلهمش واصل، الأونطة والسوشي والكاري، ومهما عليت أنا في الدنيا لسه بسأل على اسمي ده جاري. اللي هو شوفي كده بدأها بإنه يجبرنا نفتكر الكوميديان العظيم سعيد صالح الله يرحمه، وإن القفشات اللي قالها في مدرسة المشاغبين أو العيال كبرت لسه كل الأجيال بتتفق عليها وبتضحك وكأنها أول مرة. والبار التاني بيعبر عن شخصية الكبير الصعيدي الأصيل اللي هو لا الأونطة بتنفع معايا، ولا أنا بحب السمك الني اللي اسمه سوشي، ولا الكاري واللي هو إيه الكاري ده؟ طبق ياباني مشطشط شوية. ما علينا. البار الأخير بيقولك إن مهما بقيت كبير لسه بسأل على جيراني وصحابي وبقعد معاهم. وهنا بقى في فرق كبير بين الشخصية الأولى في التتر القديم وفي تراك والعانة. وبكده 1-1. الجولة الثالثة. شخصية الكبير. لسه شخصية الكبير محتفظة بالجزء الطفولي نوعا ما، حتى لو بصينا على التتر القديم هنلاقيه بيقولك رضعت في طفولتي من الناقة مش بودرة وعصير، عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير، لعيب بلاي ستيشن أحرف من أي واد صغير. أو كان كبير أو كان كبير. وقتها البلاي ستيشن كان أجمد اختراع للشباب، واللي يعتبر الكبير بيقولك فكك أنا جامد مع الكبار وشبح مع الصغيرين. وشوف بعد 13 سنة الكبير يرجع يأكد إنه لسه شبح وكل الأجيال الجديدة يقدر يغلبها، لما قالك في تراك والعانة في الفورمات بطلع لأولادي، لسه بلعب مورتال كومبات عادي، عندي 60 جيمز ومش سادي، بالدنيا بكروز في المعادي. هنا بقى وسعي كده جمدان. الفورتنايت ومورتال كومبات من الالعاب المشهوره جدا في الجيل الحالي، حاجه كده زي بابجي والعاب القتال. 60 شيدز هنا بيعلي على فيلم 50 شيدز اوف جراي اللي هو انا مبهر وجامد وسوداوي اكتر منه، لكن مش شخصيه ساديه. وبكروز في المعادي دي يقصد بيها باك رومز، وهي تعتبر مدينه اسطوريه فيها متاهات لا نهائيه، اللي هو انا زمان كنت جامد دلوقتي بقيت جامد جدا ومحدش قدي. وبكده 2-1 لولعانة. الجولة الرابعة. جوني.
طبعا الكبير مهما تطور لازم ينكش جوني حتى لو ما عملوش حاجة. يعني في التتر يعتبر حصل باتل راب صغيرة كده ما بين جوني والكبير. I really love this country like a fat kid loves the cake. In Albania عمدة please just give yourself a break. You can't even battle me one-on-one Mr. Fake. My rap is like an ocean while your rap is like a lake. كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي، وما تقلدش امينيم 50 سنت وسولجا بوي. تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي، كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي. بصي دي باتل راب. جوني بيقول له لا بعد اذنك يا كبير كده اركن شويه، انا بحب البلد دي زي الطفل التخين اللي بيحب الكيك، وعايزك تستريح شويه عشان انا هبقى العمده بدالك، ما تقفش قدامي عشان انا الراب بتاعي زي المحيط اما رابك زي البحيره. الكبير يسكت؟ لا طبعا، قام قايل له ولا فوق لنفسك وفكك من الكلمتين الانجليزي اللي انت حافظهم دول، وما تقلدش امينيم او 50 سنت او سولجا بوي واللي يعتبروا اشهر رابرز في العالم. وبيرد على نقطة المحيط والبحيرة وبإن لو الراب أنواع زي الكلاب فكلبي بيتبول واحد من أشرس كلاب العالم، أما كلبك فهو من كلاب الشوارع واسمه روي. أما في كليب ولعانة الكبير قال عنبي نبي عنبي نبي من نبي 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 جنبي فيش نبي من انا نصبي نبي نبي ما نبي نبي ما نبي جوني اجنبي من بني هاني بني تيتو لفظ النبي داني فيش نبي مسحته مس نبي وايت رابي ترنبي ما نبي هابي للعمودية ما ناريو هابي. الكبير بيرمي التماسي على جوني لما قالك ده عيل أجنبي طري من بتوع هاني باني، ده براند أمريكي للبس الأطفال، واديته لفظ نبي شتمه يعني، وهو اداله في جنابه. ولما جوني كان سعيد إنه أخد العمودية خلاص ما قدرش يستحمل وشاف إن الكبير لازم هو اللي يمسك العمودية، قال له أنت خلاص مبسوط دلوقتي. وبكده الجولة دي هتروح للتتر برغم الرمزيات البسيطة في كلمات ميكي، إلا إن الأولى كانت أشرس وفي منافسة بينهم. وبكده 2-2. الجولة الخامسة المزاريطة والفيديو كليب. في التتر الكبير ما تكلمش خالص عن بلده ولا حتى كان في كليب للتتر. يمكن كان في أغنية من أغاني الكبير وهي اسمع مني كلمة اللي ظهرت في الجزء الثالث، لكن ما كانتش برضو كليب، كانت حاجة بسيطة كده بيتكلم فيها عن نفسه وأهله، على عكس الأغنية الجديدة والعانة. المزاريطة ريطة لولة الخريطة سمعني سغلطة تركع خزنة آلي تعمل زنبليطة دخل لواني والحداوي كله عب في هيروشيما هم قالوا مشروع احنا نقول القرنبيطة كل الناس واحد كله في ظهر بعض وعايز وعيلة واحدة قبضة واحدة جحدة تهدى أي حيطة للعدو مصيبة يأكل النجيلة مش طبق بليلة كل دول كتيبة كفركوا كليلة ليلة. البار هنا شارح نفسه اللي هو بلدنا مفيش زيها ولا في ناسها، ولما بنرحب بحد بنضرب بالآلي، ولو في حرب بنبقى أسود من هيروشيما، وأهل البلد كلهم في ظهر بعض ولا يفرق معانا حد. والكليب هنا لازم نعترف إن التمثيل والأغاني بينوا مخرج عظيم اسمه أحمد مكي. انت شفت قرية المزاريطة بشكل أوسع، شفت تصوير وكادرات وشغل مش بنشوفه في مصر، ده شغل دولي ينافس بيه أكبر مخرج العالم. بس سيبك من كل ده، التفاصيل، أيوة التفاصيل اللي وضحت أكتر معالم الشخصية. يعني مثلا في أول الكليب هنلاقي مكي بحصانه الأدهم والزي الأسود، ناقص بس يدهن نفسه أسود عشان يقولك أنا عنترة بن شداد من أصول الشعر العربي. وبعدها في نص الكليب ظهر بالستايل الشبابي، نضارة وبدلة، بس حد ركز في البدلة؟ ابن الذين عمل ميكس ما بين الستايل الشبابي والتراث الصعيدي. البدلة اللي لابسها دي عليها صورة لأسطورة أبو زيد الهلالي، وإنه بلا فخر منتمي لعرب وصعايدة بني هلال، ومعاها صورة تانية البطل العربي الزير سالم، واحد من شعراء وفرسان العرب في الجاهلية، وكان ملقب بقاهر الأسود. مكي بتفاصيل صغيرة قالك إزاي بتبقى شاب روش وكل في نفس الوقت محتفظ بهيبتك وتراث بلدك. فعلا كليب متكامل، وكل مشهد فيه يعتبر حكاية عن الكبير والمزاريطة وأهلها، وده السبب اللي هيخلينا نقول بضمير مستريح 3-2 لولعانة. Yes!
احنا النهارده صوتنا كان لولعانة. بس يا ترى انت صوتك لمين؟ هيظهر دلوقتي على الشاشة 2 من أكتر الماتشات إثارة. Enjoy!